في خبر عاجل الآن: غرق القاطرة فهد في قناة السويس جراء تصادمها في إحدى الناقلات العابرة. التفاصيل كاملة. قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن أعمال الإنقاذ البحري جارية الآن للتعامل مع حادث تصادم الناقلة فهد والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القطرة. وأوضح أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه فيها ومن ثم غرقها. يبلغ طول الناقلة 230 مترا وعرضها 36 مترا بغاطس 27 قدم وحمولة كلية 52 ألف طن. وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث. وأضاف أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة إنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث لا تزال أعمال الإنقاذ الجارية، كما تم الدفع بالرافعة إنقاذ لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرين إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم. بإذن أحبابي سوف نوفيكم بمزيد من الفيديوهات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشكركم.